احنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان محدش يتدخل في شؤون، ولكن اذا كانوا الامريكان بيفهموا انهم بيدونا شوية معونة علشان ييجوا يتحكموا ان احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. Could you accept bargaining on your land? I'm not ready to bargain on 1 inch of my land at all, or the Arab land. Israel knows this quite clearly. The Arabs without Egypt are zero. أنا لا أوافق الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا، إذا كان هذا صحيحا، أن هذا حق شرعي للرد، وإذا كان هذا وكلام الولايات المتحدة، أنا أقول أن الولايات المتحدة تخطئ خطأ كبيرا إذا كانت اعتقادها هذا. I think my reaction could be seen in my face. Thank you. هيقولوا اصل الحكام بتوعنا من صفاتهم لازم يروحوا يلفوا حوالين البيت الابيض. طوف وشوف، احنا لا بتوع طوف في البيت الابيض ولا البيت الاحمر. احنا لنا كرامتنا ولا نسلم في السياده ولا نفرط في السياده ولا نفرط في قرارنا ولا نستورد اي قرار من حقنا. ما نقبلش للضغوط، وانا قلتها مليون مره، لا بنقبل ضغوط ولا بنخضع لضغوط ايا كان نوعها، لا من صغير ولا من كبير. والمعلومة انا ما بخشاش شيء ابدا، ولا بخاف لا من ضغط ولا من عفريت ولا من جن. التفكير في سينا هيكون كالاتي: اسرائيل عاوزه تزق غزه اللي انتوا حطوهم في سينا. هذه مره نتنياهو بيميلي يعني 6 اشهر اما نمشي، هو بيقول يجي خريطه كده موجوده في الشيتش، بعدين كان جايبها مثلا ان سفاح ياسر ادي قلبنا وادي فطار غزه. ايه احنا لو نسيب الناس بتاع غزه دول نشوفهم حته كده لقيته بيشاور على سبيل وحته شويه. انا اصلي بقول هي عندنا انسى الموضوع بالفورجيت اباوت، هتبقى مشكله بينه وبينكم. لا هو قالها كده دمع قوي نط انتوا وديهم فين؟ قال لي احنا هنا، وبحط على ايده على سيب. قلت له لا انسى الموضوع، انت عاوز تبدا حرب بيني وبينك تاني. الحدود ولا انا ولا افهم مين يقدر يقدم لك مره تانيه. واذا كان الجيش المصري قدر يعملها مره فهو هيبقى قادر يعملها كل مره. التهجير بالنسبه لنا احنا خط احمر، خط احمر لن نقبل به ولن نسمح به. بهدوء وبحكمه وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور ابدا ان ده معناه ضعف او تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى، والذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه. ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف.